السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برشلونة بطل الدوري الأسباني، وبعد غياب 4 سنين بيرجع برشلونة من غيبتنا ونرجع بهيبتنا بعد غياب 4 سنين منذ 2019. آخر مرة وآخر موسم توج بيه الدوري الأسباني برشلونة كان موسم 2019، وبرشلونة بيحسم اللقب الأسباني قبل انتهاء الموسم ب4 أسابيع بعد الفوز على اسبانيول 4-2. ألف مبروك برشلونة بتتويجه بالدوري الأسباني. لكن أنا بقول لابورتا كواحد كرئيس نادي برشلونه وبحجم لابورتا والاحتفال الهستيري مع لاعبين برشلونه، كان المفروض يكون في رزانه وفي اتزان شويه. لكن انا شايف الفرحه الهستيريه لابورتا لو ما كانش حقق اللقب الاسباني او السوبر الاسباني مع برشلونه. يا جماعه الراجل ده عمل صفقات وانفق فلوس وجاب صفقات، كان المفروض الراجل ده هيتحبس لو ما حققش السوبر الاسباني او الدوري الاسباني. لكن الحمد لله تشافي هرنانديز قدر ينقذ لابورتا من السجن وقدر يحقق الدوري الاسباني، وكل الشكر وكل التقدير وكل النجاح وتحقيق اللقب الاسباني طبعا يرجع لتشافي هرنانديز المدرب الكبير، مدرب التيكي تاكا. كل الناس طبعا بتنكر وجماهير برشلونه بينكروا حته ان تشافي مدرب ممتاز جدا، وبينكروا ان تشافي مدرب. لكن نرجع ونقول مدرب كبير تشافي هرنانديز قدر يحقق السوبر الاسباني على حساب ريال مدريد، وقدر يحسم اللقب الاسباني 2023 قبل انتهاء الدوري الاسباني ب4 اسابيع. قدر يسجل 64 هدف وقدر يستلم 12 هدف بس. كأقوى دفاع في الدوري الاسباني هو دفاع برشلونه اللي كسر الرقم القياسي لتشيلسي الانجليزي في عام 2004 2005، وكان وقتها تشيلسي استلم 15 هدف في مرماه وبرشلونه مستلم 12 هدف. وطبعا كل النجاح وكل تحقيق اللقب والاداء الممتاز من ليفاندوسكي وبرضه الحارس الكبير شتيجن. يعني بنشوف برشلونه في بدايه الموسم برشلونه كان طالع باداء اكتر ممتاز، بنقول برشلونه هيحسب الدوري الاسباني، برشلونه يعمل حاجه في دوري الابطال. لكن مشاكل الاصابات والانتقادات خارج الملعب والمشاكل داخل الملعب اللي تجاوزها تشافي هرنانديز بالخبره والاداء الكبير، بنقول احنا مش مدرب مش تشافي مش مدرب محنك، ما بيمتلكش الخبره التدريبيه، لكن قدر يجاري الامور وقدر يتخطى الصعوبات والمشاكل اللي واجهها برشلونه وقدر يحقق السوبر الاسباني واللقب الاسباني. الف مبروك جماهير برشلونه، انا ريالي لكن طالع وبقول الف مبروك فوز برشلونه بالدوري الاسباني. معكم حسن نور قناه على اليوتيوب، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وحط لايك وشارك في القناه وكمل الفيديو للنهايه. قبل ما تشاهد الفيديو صلي على النبي، صلي على النبي ونبدا. برشلونه بطل الدوري الاسباني. وليه برشلونه فاز بالدوري الاسباني؟ السبب الرئيسي هو ريال مدريد والاداء المتذبذب من ريال مدريد والنتائج السلبيه وخساره النقاط من ريال مدريد. يعني بنشوف تصريح انشيلوتي لما كان في الجوله 23 وقال ما فيش فرق بينه وبرشلونه، كان وقتها ريال مدريد في الجوله 23 والاسبوع 23 وكان الريال عنده 52 نقطه. وبنرجع للموسم اللي فات اللي توج فيه الريال مدريد بالدوري الاسباني، كان في الجوله 23 وقتها وريال مدريد كان 53 نقطة. يعني ريال مدريد ماشي صح. ريال مدريد جه فترة من الفترات كان متصدر الدوري الأسباني وفارق عن برشلونة 5 نقاط، لكن الأداء النتائج السلبيه والاداء وخساره النقاط ده خلى برشلونه يرجع للمنافسه، وريال مدريد نقول ما كانش على حجم من المنافسه مع برشلونه في الدوري الاسباني. وبنشوف برشلونه برضو توج بالدوري الاسباني على حساب ريال مدريد. برشلونه كان عنده كميه كبيره من اللعنه من الاصابات، اصابه بدري، اصابه برضو عندك اصابه ديمبلي، بعض الاصابات في ريال مدريد، بعض المشاكل في الدفاع، لكن قدر يطلع ريال مدريد كاقوى دفاع في الدوري الاسباني. وبنشوف برشلونه في الاول كان بيمتلك اقوى خط دفاع، منظومه خط الوسط بدري مع جافي مع بوسكيتس. عندك في الحته الهجوميه برضو لما عمل صفقه ليفاندوسكي ادى قوه هجوميه جدا ليفاندوسكي. يعني لما بنيجي بنشارك انسو فاتي، وهو انسو فاتي صحيح، يعني بنشوف انسو فاتي في الهجوم بيقوم بدور دفاع الخصم، مثلا ما بيستفادش برشلونه من الهجوم من انسو فاتي، لا ده بالعكس الخصم بيستفاد من انسو فاتي ان هو بيقدم طريقه دفاعيه. وده شفناه الموسم ده امام اتلتيكو مدريد، امام ريال مدريد في السوبر. ونفتكر برضو كريم بنزيما لما قال لك على فينيسيوس جونيور، فينيسيوس جونيور ده بيلعب قصادنا ما بيلعبش معانا، لا ده بيلعب ضدنا مع الخصم. لكن برشلونه قدر يتجاوز لعنه الاصابات. برشلونه برضو كان بادئ بدايه كويسه جدا
في الدوري الاسباني، لكن لما جت القرعه في دوري الابطال ووقع مع فيكتوريا بيلزن ووقع مع الانتر ووقع مع بايرن ميونخ، وان هوب برشلونه يعمل حاجه في دوري الابطال، وبدا اول مباراه امام فيكتوريا بيلزن هناك وقدر يفوز برشلونه، وقدر كمان بايرن ميونخ يفوز على الانتر في ايطاليا. وقتها بقت في منافسه بين بايرن ميونخ وبين برشلونه، وبيرجع برضو الانتر في اليانز ارينا في المانيا وبيفوز على برشلونه. وكان برشلونه وقتها عمل مباراه اكتر من رائعه واداء من رائع، لكن شفنا مباراه العوده في الكامب نو وقدر يخسر برشلونه وعمل اداء كارثي. وبنرجع برضو مباراه الانتر وبرشلونه في ايطاليا وبرشلونه بيخسر 1-0 ومباراه العوده في الكامب نو. والمباراه دي اللي عمل فيها برشلونه كوارث دفاعيه بمعنى الكلمه، وقدر الانتر يتعادل مع برشلونه 3-3. ووقتها كان ممكن الانتر يسجل الهدف الرابع، وهنا هتكون كارثه بمعنى الكلمه لبرشلونه، وهنا قدر الانتر يصعد كمركز ثاني مع بايرن ميونخ، وقدر برشلونه يخرج بره دوري الابطال ويصعد كثالث مجموعه الى اليوروبا ليج. يقابل مين؟ بيقابل واحد من انشط الفرق وقتها في الدوري الانجليزي هو مانشستر يونايتد، وقدر مانشستر يونايتد يتعادل مع برشلونه وقدر يفوز على برشلونه 2-1. وهنا ظهرت المشاكل الحقيقيه لبرشلونه، الخروج من دوري الابطال والخروج من اليوروبا ليج. وهنا الانتقادات والمشاكل اللي خارج الملعب اكتر من المشاكل اللي داخل الملعب، واصابه بدري اللاعب اللي كان مسؤول عن خط الوسط والقوه الهجوميه مع ليفاندوسكي في الهجوم وبيساند مع بوسكيتس، وجافي لاعبين المالاسيا اللي جم وقدروا. لابورتا قدر قال لك انا هم مشروعي ماشي صح، بجيب لعيبه جديد بتشارك في اداء برشلونه وفي نتائج برشلونه، وبيحولوا النتائج السلبيه لنتائج ممتازه زي جافي وزي بدري. يعني محدش يقدر ينتقد لابورتا، ولابورتا قال لهم مشروعي كده ماشي صح و100%. وبدات بقى انفاق الفلوس، يعني بنشوف جه في وقتها قال لك برشلونه عايز يبيع لعيبه ويجيب لعيبه، يبيع ميسي ويجيب ليفاندوسكي، ودخلنا ليفاندوسكي قعد يكلم هالاند ان هو يجيب هالاند، وهالاند خدها على محمل الجد وعلى ان هو شخصي، وقال لك لا انا مش جاي. وبعد كده دخلوا في ليفاندوسكي والمقابل المادي وهنجيب منين ونعمل منين، والروافع الاقتصاديه والانفاق المالي لبرشلونه. وبرشلونه لو ما حققش الدوري الاسباني بعد الانفاق اللي انفقه برشلونه وتحمله لابورتا، هنا كان لابورتا ان هو هيتحبس لو ما حققش اللقب الاسباني، الخروج من دوري الابطال، الخروج من اليوروبا ليج، وخساره الدوري الاسباني، وهطلع ببطوله واحده هي السوبر الاسباني بعد التغلب على ريال مدريد 3-1. فانا شايف هيرلانديز انقذ لابورتا من الحبس، من المشاكل اللي كان هيواجهها من جماهير برشلونه. لكن انا شايف الاحتفال حتى الهستيري ده بيظهر جدا ان الراجل فرحان، الراجل مبسوط، الراجل ان هو قدر يحقق حاجه في الموسم ده اللي اتعامل مع الاصابات ومع المشاكل في برشلونه، والحته دي اللي هيقف عندها تشافي هيرلانديز وهيقدر يتعامل معاها الموسم اللي جاي. وانا شايف الموسم اللي جاي برشلونه هيقدر يعمل حاجه على مستوى دوري الابطال، يقدر يعمل حاجه وينافس ريال مدريد على الدوري الاسباني، يقدر يعمل حاجه وينافس ريال مدريد على كاس اسبانيا، يقدر يعمل حاجه وينافس ريال مدريد او اتلتيكو على كمان المباريات في الدوري الاسباني، وهينافس ريال مدريد على السوبر الاسباني. نيجي نبص بقى في بدايه الموسم، وكان دفاع برشلونه كان دفاع قوي، دفاع حديد. هنلاقي اراخو مع بالدي مع كوندي اللي كان بيقوم بدور الباك اليمين بشكل ممتاز جدا. لكن لعنه الاصابات بقى بنشوف برشلونه بيشارك لاعب صغير جدا زي رياض الشاذلي، ده انا اول مره اعرفه، كريستنسن، وبعد كده دخل جارسيا والكوارث الدفاعيه لبرشلونه. لكن قدر يلملم برشلونه وقدر يحافظ وقدر يؤدي اداء ممتاز جدا دفاع، حتى دخل فيه شباك 12 هدف. لكن كل الفضل يرجع طبعا لحارس المرمى الكبير جدا هو شتيجن، اللي ادى موسم كارثي الموسم اللي فات اللي استلم فيه 34 هدف. كان المتوقع انه بنقول برشلونه بيقدم موسم سيء الموسم اللي فات وخسر الدوري الاسباني، لكن بنقول هيستلم شتيجن ويدي برشلونه 30 هدف، لكن بيستلم 34 هدف. بيرجع الموسم ده بنقول برشلونه تقديرا كده هيستلم 16 هدف، لكن الحمد لله برشلونه بيقدر يستلم 12 هدف. وشتيجن قدر يحافظ على مباريات شباك نظيفه. شتيجن كان واحد من الناس اللي حققت الدوري الاسباني، اللي حققت نتائج كويسه جدا مع برشلونه بجوار
بجوار تشافي هرنانديز المدرب الممتاز، بجوار ليفاندوسكي اللي ادى دفعه هجوميه جدا وكبيره جدا مع برشلونه. مش مهم ليفاندوسكي يسجل في الكلاسيكو، لا بيسجل بره على خارج الكامب ناو، بيسجل امام اتلتيكو اسبانيول، بيسجل امام فرق كتيره جدا زي ريال سوسيداد. الراجل ده مش محتاج ان هو يسجل في الكلاسيكو الاسباني، لكن بيقدر يحسم المباريات في الدوري الاسباني مع الفرق الصغيره اللي انت محتاج منها نقاط. نيجي لحته ثانيه، تشافي لما بدا تولي برشلونه بدا يمشي، لا خش هجوم خش هجوم، رجع بقى الذكريات الجميله للعصر الذهبي برشلونه، عايزين نفوز عايزين. لكن الراجل لما رجع لعقله وبدا يتوازن في المباراه وبدا يحط خطط ويحط تكتيك. المهم اطلع ب3 نقاط، حتى لو بنشوف برشلونه كان بيفوز 2-1 بيفوز 1-0، لا المهم ان انا افوز واخد ال3 بونت، مش مهم ان انا افتح هجومي على الاخر واستلم اهداف واصعب الموقف على نفسي. فهنا لما تشافي رجع للتوازن ورجع لعقله قدر يحسم المباراه بشكل ممتاز. فهنقول تشافي، بنقول شتيجن حارس مرمى، ليفاندوسكي اللي ادى قوه هجوميه. برضو نرجع لمشكله الاصابات. هنا عندك اصابه واحد زي بيدري، اصابه واحد زي ديمبلي، اصابات كبيره زي بالدي زي اراخو زي كوندي. شفنا لعيبه كتير صغيره شاركت مع برشلونه. فبرشلونه بامانه عمل اللي ما اتعملش، ان هو قدر يحسم الدوري الاسباني وقدر ياخد السوبر الاسباني، قدر يخرج من موسم صفري الى موسم ببطولتين سوبر ودوري. والسنه الجايه انا شايف ان تشافي هيعمل على الحتت اللي ناقصاه هي اللعيبه وهي كميه الاصابات. شفنا برشلونه قدر ينفق كميه كبيره من المال ويجيب صفقات جديده، لكن شفنا الصفقات دي ما قدمتش اي حاجه. الصفقه الناجحه الوحيده هي بعد هالاند في السيتي، انا شايف ان هي صفقه ليفاندوسكي في برشلونه. ليفاندوسكي ادى قوه دفاعيه او قوه هجوميه كبيره لبرشلونه، قدر في بعض المباريات يسجل ويحسم. برشلونه بدا اولا الدوري الاسباني بشكل ممتاز جدا، لكن قبل كاس العالم ونعنت الاصابات، في اصابه بدري في مباراه مانشستر يونايتد اللي كان كارثي جدا. ولو تفتكروا قبل كاس العالم وبنقول هنقول مين اللي هيحسم الدوري الاسباني ومين هيحسم الدوري الانجليزي، لكن هنقول الكلام الثاني بعد كاس العالم لما ينتهي. هيكون في اصابات، هيكون في رياكشن، اللعيبه هترجع لمستواها، في لعيبه القوه البدنيه عندها هتنخفض، في لعيبه ممكن تتصاب. فهنا بعد كاس العالم لينا كلام ولينا توقعات مين اللي هيحسم الدوري الانجليزي، مين اللي هيحسم الدوري الاسباني، مين اللي هيحسم الدوري الايطالي. عموما لما بنشوف نابولي في الدوري الايطالي بنشوف السيتي وخروج ارسنال عن الصداره. يعني ارسنال من بدايه الموسم كان ماشي بشكل ممتاز جدا وقدر يخسر الدوري الانجليزي خلال 5-6 اسابيع، ادى نتائج سيئه. اخر مباراه اللي خسرها امام برايتون 3-0 والاداء المتراجع لارسنال. طبعا ارسنال نفسه مش طويل زي مانشستر سيتي، ارسنال في انخفاض في اللياقه البدنيه، النتائج السلبيه في بعض المباريات اثرت نفسيا على اللعيبه. نفس برشلونه برضو الموسم اللي فات داخل الموسم ده اللعيبه متاثره نفسيا بالنتائج السلبيه، اللعيبه قلقانه، اللعيبه ما عندهاش حاجه من الدفعه المعنويه ان هي تنافس زي ريال مدريد كان كسبان الدوري الاسباني وكان حاسم دوري الابطال. يعني ريال مدريد كان داخل الدوري السنه دي بروح معنويه عاليه، بجرينتا عاليه، في حافز معنوي ان هو ينافس. لكن قدر في الاخر برشلونه ينافس ريال مدريد وقدر يكسب الدوري الاسباني من ريال مدريد. ولو نفتكر ريال مدريد كان فارق عن برشلونه في وقت من الاوقات الموسم ده 5 نقاط، يعني الريال كان متصدر كان متسيد الدوري الاسباني، لكن استفاد برشلونه من النتائج السيئه والاداء المترنح لريال مدريد وقدر يحسم الدوري الاسباني. فانا شايف ان السنه الجايه برشلونه هيكون بشكل افضل بكتير. يعني انا برشلونه لو ما تعرضش للاصابات هنقول برشلونه هيبدا بدايه جيده، لكن نتمنى ان شاء الله برشلونه ما نشوفش فيه اصابات في برشلونه. لاعب زي بدري، وجود بدري في خط الوسط مع بوسكيتس ومع جافي، وجود ديمبلي مع
ليفاندوسكي، وجود اراخو مع بالدي مع كوندي مع كريستنس مع اشتيجن حارس المرمى هيعمل منظومه كويسه جدا. التعامل اللي بيظهر بيه تشافي في بعض المباريات والاداء المتوازن والاستحواذ والهجوم والدفاع بشكل ممتاز، ظهور برشلونه الموسم الجاي دفاعيا ان هو ادى دور دفاعي اكتر من ممتاز الموسم ده، وقدر يستقبل اقل عدد من الاهداف الموسم ده، واللي قدر يحسم بيهم الدوري الاسباني وقدر يفوز في بعض المباريات بنتيجه 2-1 و1-0. برشلونه السنه الجايه ممكن يعمل حاجه في دوري الابطال. هنشوف برشلونه بشكل خالي من الاصابات، هنشوف برشلونه بقياده تشافي هرنانديز هيبدا الموسم كله ثقة بالنفس، عنده حافز معنوي، مفيش حاجة سلبية مؤثرة على نفسية لاعبين برشلونة، مفيش حاجة مؤثرة على نفسية مدرب برشلونة السنة الجاية ممكن يعمل حاجة في دوري الأبطال. برشلونة هيشارك في دوري الأبطال، ريال مدريد هيشارك في دوري الأبطال. ألف مبروك ألف مبروك برشلونة بفوزه بالدوري الأسباني. وكان معكم حسن نور، وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. دي قناة على اليوتيوب فضلا وليس أمرا، اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنونا في فيديو تاني إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.